وجه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال صدمة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام الفتح. وكشف دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن أنه استبعد سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الفتح بسبب الإصابة. وأعلن المدير الفني الأرجنتيني معاناة الفرج من آلام في الظهر فوق الحوض، حيث لم تتضح مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن. وافتقد الزعيم الهلالي الفرج لأكثر من 4 أشهر، حيث عاد مؤخرا للمشاركة في المباريات، وبالتحديد منذ الأدوار الإقصائية بمسابقة دوري أبطال آسيا. وأرجع دياز الانهيار الكبير في نتائج الهلال محليا خلال الفترة الأخيرة إلى الإصابات العديدة التي ضربت الفريق.